مصدر من الأهلي يؤكد أن أحمد نبيل كوكا لديه رغبة قوية في الرحيل خلال الفترة المقبلة، وأوضح المصدر: كوكا يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي ويترقب بشدة موقف النادي الأهلي معه. النادي الأهلي يسعى لرحيل المهاجم السلوفيني جريديشار عن صفوفه، وهناك بالفعل تحركات لضم رأس حربة قوي لتعزيز قوة الخط الأمامي. محمد مجدي أفشى قريبا جدا من مغادرة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق، وأبدى أفشى موافقة مبدئية على فكرة انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا خلال شهر يناير القادم، بعدما تقدم النادي بعرض رسمي للتعاقد معه مستغلا خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الدنماركي هيس تورب. أكد مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي أن حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق على أعتاب الانتقال لبرشلونة، وذلك بعد زيادة العرض المقدم لضم اللاعب، وتمكنت إدارة برشلونة من زيادة العرض من 1,250,000 يورو إلى 1,500,000 يورو، كما هناك موافقة على رغبة الأهلي بشأن الامتيازات لتصل إلى 5 مليون يورو بعد زيادتها من 3 مليون، في الوقت الذي سيحصل خلاله النادي الأهلي على نسبة إعادة بيع تصل إلى 15%. نفى مصدر مسؤول من داخل الأهلي عن صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تلقي محمد الشناوي عروضا رسمية للانتقال إلى أحد الأندية الخليجية وخاصة السعودية، مؤكدا أن هذا الأنباء غير صحيحة. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة النادي الأهلي ترغب في استمرار الشناوي مع الفريق، مشددا على أن الشناوي يمتلك خبرة طويلة وله دور مؤثر داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى قيادته للفريق في المباريات والمنافسات المحلية والقارية. وأشار المصدر إلى أن النادي لا يغلق الباب أمام مناقشة أي عروض رسمية قد تصل لاحقا، لكنه شدد على أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للشناوي سواء من أندية الدوري السعودي أو أي دوريات أخرى حول العالم. دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات رسمية وجادة مع الكونغولي سامويل أسيندي مهاجم اكسسبورج الألماني ومنتخب الكونغو تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر أن المفاوضات تتركز على الجوانب المالية لكل من اكسسبورج واللاعب، موضحا أن الأهلي سيحسم الصفقة إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مناسب. وأشار المصدر أن الإدارة لن تتردد في البحث عن بدائل أخرى حال تضخم المطالب المالية للنادي الألماني. تصدر هادي رياض مدافع بتروجيت قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم خط دفاع الأهلي في ظل سعي إدارة الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد، ويخطط النادي الأهلي لفتح باب المفاوضات مع بتروجيت خلال الأيام المقبلة من أجل حسم صفقة هادي رياض بهدف معالجة أزمات الخط الخلفي بالفريق. أكد مصدر من النادي الأهلي أن صفقة يوسف بالعمري الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي قد انتهت، وحصل الفريق على توقيعه بشكل رسمي. وحسم النادي الأهلي صفقة يوسف بالعمري بشكل نهائي، حيث اتفق مع الرجاء المغربي على الحصول على 600,000 دولار، في الوقت الذي سوف يحصل خلاله يوسف بالعمري على عقد بقيمة 750,000 دولار، على أن يزداد كل موسم لتصل إلى 850,000 دولار. أنفى مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي أن كل ما يتردد بشأن التحرك لضم المهاجم أيوب الكعبي غير صحيح. وأكد المصدر أن أيوب الكعبي تم طرح اسمه من جانب أحد الوكلاء، ولكن هناك تحفظ على سن اللاعب وقيمته التسويقية. أيوب الكعبي يتخطى ال 32 سنة، كما تصل قيمته التسويقية إلى 5 مليون دولار، وهو ما يتحفظ عليه الأهلي، ويتجه نحو ترشيح أسماء أخرى من أجل عرضها على هيس تورب، وذلك بعد تعثر ضم الكونغولي بولولو. أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن خالد صبحي مدافع فريق المصري البورسعيدي ضمن حسابات النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم خط دفاعه في الفترة المقبلة. دخل اسم لاعب فلسطيني جديد دائرة ترشيحات النادي الأهلي ليكون خيارا بديلا في ظل تعثر مفاوضات التعاقد مع حامد حمدان، وتحولت الأنظار داخل الأهلي إلى مصطفى زيدان البالغ من العمر 27 عام والذي يحمل الجنسية الفلسطينية والسويدية. ويتميز زيدان بمرونة فنية كبيرة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، أبرزها خط النص وصناعة اللعب، ويجيد أيضا اللعب في مركز الجناح الأيمن. وقدم زيدان مستويات مميزة مع روزنبورج، وشارك في 40 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفين وصنع 8 أهداف، ليؤكد امتلاكه حلولا هجومية وقدرة على صناعة الفارق. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.